the moment, tonight is the night. We'll fight till it's over. We put our hands up like the ceiling can. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حضرتك عندك شقة عايز تشطبها، وحضرتك عندك فيلا عايزة تشطبيها، فبتيجوا المهندس زي حالاتي بتقولوا له لو سمحت احنا عايزين نشطب الشقة بتاعتنا. فأنا بقعد معاكم وبسألكم عشان أعرف يعني دماغكم رايحة فين، أعرف إيه الستايل اللي انتوا بتحبوه. فكل ما أسأل حد انت إيه ستايل الديكور اللي عايزه في شقتك، بلاقي إجابة من اتنين: يا إما مودرن يا إما كلاسيك. طب يا جماعة في أنواع تانية كتير غير المودرن وغير الكلاسيك، يا ريت نعرفها. لأن أنت ممكن تلاقي نفسك ليه تحصر نفسك ما بين نوعين من ستايل الديكور، مع إن في أنواع تانية خالص، وممكن نوع من الأنواع التانية دي يكون مريح جدا ليك ويناسب شقتك ويناسب إمكانياتك. فاللي هنعمله مع بعض النهاردة إن إحنا هنتعرف مع بعض بلغة مبسطة جدا على أنواع ستايلات الديكوريشن. اتفضلوا معايا، ويا ريت لو عجبك الفيديو دوس لايك او اعمل سبسكرايب للقناة. يختلف كل فرد منا في منظور رؤيته وتحليله للجمال. فمثلا لو عرضنا صورة الموناليزا على اكتر من شخص، فهنلاقي واحد مدهوش من جمال اللوحة، بينما واحد تاني شايفها ان هي مجرد امرأة من زمن قديم، بينما واحد تالت شايفها عبارة عن صورة مرعبة عشان مش شايف حواجب مع الابتسامة الباهتة. علشان كده شخصيتك هي اللي هتحدد ستايل الديكور اللي يناسبك. اولا، النظام الكلاسيكي هو نمط من انماط التصميم الداخلي، وهو مستمد من العصور اليونانية والرومانية القديمة. بيتميز بالفخامة ويطعم باللون الذهبي والفضي والنحاسي. بيتميز بالتناظر اللي هي السيمترية، بمعنى إذا قسمت غرفة نصين متساويين فإن كل نصف هو مرآة للنصف الآخر. بيعتمد على نقطة مركزية تتمحور الغرفة حولها، دفاية، تلفزيون، ويتم توزيع باقي الأساس حولها. الأساس بيبقى ضخم ومحفور عليه نقوش من الورود أو الأشخاص، وبيتميز بالفخامة. بتتكرر الزخارف على الأقمشة وورق الحائط. هو ستايل محب الأبهة والدلع لأنه مستوحى من قصور الأساطير. مناسب لميسور الحال لأنه مكلف، وذلك لأن تفاصيله دقيقة جدا. بيناسب المساحات الكبيرة ذات الأسقف العالية. بيستخدم ألوان طبيعية دافئة. يزين بالفازات والشمعدانات والأعمدة الرومانية واليونانية والمرايا الكبيرة والفريمات على الحوائط. الأرضيات بتتنوع بين أرضيات خشبية أو حجرية أو رخام، لأن لها صلة بالألوان الطبيعية المستخدمة. الأقمشة والمفروشات مخملية ذات نسيج قوي وعليها زخارف. والآن مع الصور. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس لايك وتعمل سبسكرايب للصفحة سمارت تيوب. شكرا.